أنا كنت متجوزة وانفصلت، في الوقت اللي أنا انفصلت فيه اكتشفت إني حامل في الشهر التاني. طليقي حاول يرجعني ولكن أنا رفضت لأنه لا يصلح إنه يكون زوج ولا يصلح إنه يكون أب. عدت فترة الحمل اللي كانت صعبة جدا وأنا لوحدي، ولكن الحمد لله بفضل ربنا ثم أهلي الفترة دي عدت على خير وولدت وجبت بنوتة زي القمر. بتعدي السنين وكل شوية يتقدم لي عرسان وأنا أرفض لأني عايزة أربي بنتي لوحدي. أخويا قال لي هتقعدي لوحدك يا بنتي، قلت له أيوة أنا حابة إني أقعد لوحدي أربي بنتي أحسن ما أجيب لها راجل يعمل فيها حاجة. هو أنت مش عايش في الدنيا؟ هو أنت ما بتشوفش اللي بيحصل في الزمن اللي احنا بقينا فيه؟ قال إن شاء الله ربنا يعوضك خير لأنك اتظلمتي في الجوازة دي. فضل يكلمني ويحاول يقنعني إني أوافق على أي عريس من اللي بيتقدموا لي. قلت له في حاجة واحدة بس تخليني أوافق. قال لي إيه هي؟ قلت له لو العريس اللي اتقدم لي ده ما بيخلفش. قال لي يا بنتي ما صاحبي اللي كل شويه يتقدم لك ده مش بيخلف. قلت له انت متاكد؟ قال لي ايوه. فقررت اني اديله فرصه واشوفه، وفعلا اتقابلت انا وهو في كافيه واعجبت بيه جدا. وطبعا صليت استخاره مره واتنين وتلاته وكل مره كنت بقوم مرتاحه. من اول يوم ليا في بيته وانا واخده بنتي معايا لان ده كان شرطي. وهو بصراحه زوج حنين واب محترم جدا. هو كمان كان منفصل زيي، واخويا قال لي انه ما حصلش نصيب ما كملش مع زوجته بسبب انه مش بيخلف. ايامي معاه كانت حلوه جدا لحد ما اكتشفت اني حامل. انا هنا خدت الصدمه لاني ما كنتش متفقه على ده. لما جيت اتكلمت مع جوزي لقيته بيقول لي بصراحه انا واخوكي كدبنا عليكي، انا بحبك من زمان وجيت لك بدل المره 3 وكل مره كنت بترفضي. ولما عرفت انك خايفه على بنتك ومش عايزه تخلفي قلت خلاص انا هقول ان انا ما بخلفش، وبعد الجواز اثبت لك اني راجل كويس وهخلي بالي من بنتك وهحطها في عينيا. طبعا انا زعلت منه وزعلت من اخويا على كذبهم، ولكن يا جماعه انا خايفه يفرق ما بين معامله بنتي ومعامله اللي جاي. انا بصراحه بقالي سنتين متجوزاه، عمري في حياتي ما شفت منه حاجه وحشه، وكمان بصراحه هو فرحان قوي بالحمل ده، وانا بسبب زعلي منكده عليه. يا ريت تقولوا لي اعمل ايه لاني خايفه من بكره ومش مطمنه.